الاوديو ديال المختار اللي صيفطنا في الواتساب. دخلت للطاليان اول نهار دخلت الغد خدمت 5 سنين وما عمرنيش ديت ريال. انا بقيت بلا جواج بلا اوراق، وليت مريض نفسيا. علاش؟ حقرني بزاف وما نسمحش له وباع عليا بلادي في البلاد. واش الخوت هانيين كلشي مزيان؟ جبت لكم فيديو جديد، موضوع زوين. المهم الخوت، هذه قصه ديال واحد الدري مغربي جا من المغرب، يمكن من مدينه السطات، حيت يلاه سمعتها الاول ديالها ما سمعتهاش كامله. جا من مدينه السطات وقعوا له مشاكل مع خوه، فهمتوني؟ جا من المغرب للطاليان وقعوا له مشاكل مع خوه. المهم نتفرجوا في الفيديو، نبداو الفيديو الخوت. سميتي المختار من مدينة السطات، وقصتي قصة وهاد القصة ضراني في قلبي. وقصتي بدات ملي كنت في المغرب، كنت خدام في واحد الطاكسي ما خصني حتى شي خير، وعندي واحد خويا كيعيش في الطاليان في مدينة نابولي. الخوت هاد القصص هادو راه حقيقيين، باش نكونوا فاهمين هاد القصص هادو راه حقيقيين وديجا كيوقعوا بحالهم بزاف د المرات. المهم الدري هذا راكم كيف ما عرفتوا راه مدينة السطات، بيعاود على القصه ديالو هو وخوه وقصته مع الغربه. نبداو كملوا الفيديو. وهذاك خويا خدام في الطاليان في واحد المكازا وما خصو حتى شي خير، ولكن ما كانش عنده الوراق. واحد النهار توفى الوالد الله يرحمه وخلى لنا واحد القريده. من بعد اتصل بيا خويا اللي في الطاليان، قال لي بيع هذيك الارض وعدل الباسبور. وانا قلت له علاش؟ قال لي باش نصيفط لك الكونطرا ونجيبك للطاليان. وانا ما كان على بالي لا طاليان لا والو، كنت خدام في واحد الطاكسي هاني مع راسي بخير وما خصني حتى شي خير، وما عمري فكرت نخوي البلاد ولا نحرق. خوت هاد الدري هذا خدام في طاكسي، راكم عارفين بلا ملي كان خدام في طاكسي راه كيصور شويه ديالو، يعني 300 درهم ولا 400 درهم مغربيه، يعني 40 اورو ولا 30 اورو، راه مزيانه في المغرب، فهمتوني؟ يعني راه يعيش بخير مرتاح. يعني خدام في طاكسي بخير، ميسر عليه الحمد لله، وخدام وحده واحد يمكن والديه ماتوا على ما اظن، او واحد احبابه وعائلته، يعني بخير. ناض خوه بين ليله ونهار قال له اجي نديك عندي الطاليان، فهمتوني الخوت؟ باش نبداو درجه. قال له يلاه نجي، قال لي اجي نجيبك للطاليان، احنا نشوفوا شنو غيدير معاه في الطاليان هذه. المهم بقى عليا من لهنا لهنا، كلالي مخي وبعت هذيك الارض اللي خلى لنا الوالد، وهذيك فلوس ديال الارض هي اللي خلص ليا بها الكونطرا للطاليان. صافي خرجت ليا الفيزا وطلعت للطاليان. انا كان كيسحب لي من نوصل للطاليان غنشبر اوراق بهذيك الكونطرا. ساعه خويا دار ليا غير الفيزا ديال الضيافه ديال 3 شهور، وبقى كيقول لي صافي حرق الفيزا وبقى هنايا، شنو غتهود دير في المغرب؟ هنا راه كيخلصوا ب 50 الاورو في النهار. المهم راه فهمتوا كيفاش، ماشي جا ديريكت بوراقهم ريقل، جا بحال قلتها توريست، يعني ضيافه دوز 3 شهور. اون فوا كدوز 3 شهور تمايا وكتموت لك ديك 3 شهور كتبقى كلاندستينو، يعني حارق، يعني ما عندك لا ورقه لا جوج. المهم نكملوا. المهم هو ماشي جاب وراقهم ريقل الماريال ولا شي حاجه، يعني غير خو دار ليه الضيافه وجابو عنده، يعني غير يدوز معاه واحد شهرين ولا 3 شهور ويمشي في حالته ويرجع في حالته للمغرب. ولكن هو بقى تما بحال انه يحرق. المهم نكملوا. حسن لك من المغرب وحسن لك ما تبقى تحمق راسك مع الطاكسي. صافي حرقت هذيك الفيزا وبقيت في الطاليان مع خويا، بقيت ساكن معاه. واحد النهار هضر مع الباترون ديالو باش يدبر ليا خدمه، بديت كنخدم معاه وكل شهر خويا اللي كيتخلص في بلاصتي. خويا كان كيعطيني من هذيك الفلوس كامله 20 الاورو، وانا ما كانت عندي حتى شي بليه. هذيك 20 الاورو كانت قاداني، والنيه ديالي كنقول خويا راه كيجمع ليا الفلوس باش نهار اللي نبغي نعدل الاوراق تكون عندي. يعني الخوت هو كيخدم كل نهار ب 50 اورو، 20 اورو تبقى عنده، و30 اورو كيعطيها لخوه، فهمتوني؟ يعني خوه كيجمع ليه ديك الامانه 30 اورو. مزيان منين دار معاه هذا الحل هذا، يعني باش ما يطبش الفلوس، واخا هو من بلي ما والو يقدر يبقى تلقاه فيه شي بليه د الحوايج مثلا ولا شي حاجه، يبقى يتقطع الحوايج. انتو راكم عارفين بحال دابا الطاليان كيكون فيها لي مارك، فهمتني؟ كيكون لي يعني الحوايج الماركه وكيكونوا غاليين شويه، يقدر يطب فلوسه. يعني مزيان ندير هاد اللعيبه هادي، يعني خويا يشدوك الفلوس يحتفظ ليه بهم ويخليهم عنده حتى من بعد ويعطيهم له، ولا يدير ليه بهم الاوراق مثلا، ولا يتزوج بهم، ولا يدير بهم شحال من حاجه بروجي ولا شي لعيبه هكا. المهم نكملوا. فلوس مجموعه عند خويا. صافي دازت 3 سنين، هذاك النصراني دفع للدري خويا الاوراق. خويا قال لي راه النصراني دفع لنا الاوراق حنا بجوج بينا. دازت واحد الايام خويا خرجوا له الاوراق وانا ما خرجوش ليا الاوراق، ما عرفتش علاش. وانا سولت خويا قلت له كيفاش انت خرجوا لك الاوراق وانا ما خرجوش ليا؟ قال لي راه رفضوا لك حيت كاين شي مشكل في الاوراق ديالك. هذيك الساعه تنهضر مع النصراني ويولي يعاود يدفع لك الاوراقات ديالك، وانايا كيبان لي غير كيكذب عليا.
هو داك النصراني من الاول ما كانش دفع ليا الوراق، دفع غير للدري خويا بوحدو، وخويا عارف وساكت وما قال لي والو. من نهار طلعت وخويا كيكذب عليا وانا كنت شايق به. دازت 5 سنين وانا خدام والفلوس الخدمه ديالي كيشبرها الدري خويا مده 5 سنين، والدري خويا هو اللي كيتكلف بالفلوس ديالي، وانايا كنت ساكن معاه كايل وشارب. ومره كنقول الدري خويا راني عييت بلا وراق. الخوت هذا خوه يعني خوه خبى عليه باللي الطالياني ما دفعش ليه الاوراق. واش فهمتوا البلان كيدير ولا لا؟ الطالياني دفع على خوه، وهاد الدري مسكين اللي ما عنده لا ورقه، يعني الدري الاخر ما دفعش ليه. وخوه عالم بهذا الشيء، خوه عالم بهذا الشيء، عارف واش ان الطالياني ما دفع ليه لا ورق لا والو. يعني شنو هي معنيتها هذه؟ حشومه تخبي اصلا على خوك. اول حاجه ما تخبيش على خوك، حيت حتى كاع الا ما دفعش ليه خليه يقلب على يعني ما ضامن اللي تزوج به شي بلان اخر، يعني يطلع اوراقه بالفلوس بشي طريقه اخرى، ماشي تخليه هكاك مرهون في دار غفلون. المهم كملوا. فوقاش هاد النصراني غادي يعدل لي الوريقات ديالي. الدري خويا كيقول لي راه النصراني دافع لك، غير صبر، حسب راسك بحال اللي راه عندك الوراق راه هما علين يخرجوا لك. وهو غير كيكذب عليا وكيسكتني، وانا تايق فيه حيت هذاك الدري خويا شكون اللي ما غاديش يثيق بخوه. حتى لواحد النهار طلع لي الزعاف وما بقيتش حامل هذيك العيشه، وما بقيتش حامل راسي، والوراق مازال ما خرجوا لي. وعاد طلعت معايا باللي خويا غير كيكذب عليا. صافي واحد النهار قلت لخويا الاوراق بحال قال لي الاوراق ديرهم في جيبك، فهمتيني؟ يعني كيقول لي راه ها هما غادي يجيو يخرجوا لك الاوراق، يعني ضمنهم الاوراق راه يعني خارجين 100%. وخو راه كيضحك عليه وكيكذب عليه، يعني حشومه والله الا حشومه بالله يضحك عليه بحال هكا. كملوا الفيديو. يعطيني رزقي نمشي ندبر على راسي ونشري شي كونطرا ونعدل وريقاتي، ما تبرزطني ما نبرزطك. خويا اللي من دمي ولحمي جاوبني وقال لي شمن رزق غادي نعطيك فلوسك، راك كليتيها، كنتي ساكن كايل شارب، ما خصك حتى شي خير، شنو باقي خصك دابا؟ بغيتي تدبر على راسك بالسيف الخوت ما يطلع ليه الزاف بالسيف. راه بنادم ملي كيكون عنده لا اوراق لا والو صعيبه بزاف، صعيبه يعني باش كيفاش يقدر يمشي يشوف والدين زعما الا عنده الا باقيين ليه في الحياه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني كيفاش يقدر يمشي للمغرب ويرجع يشوف عائلته ووالديه؟ خصو شحال من حاجه. يعني الا عندك الاوراق كيكون عندك واحد لافونتاج، فهمتي كيفاش؟ يعني الا ما عندكش خصك سير دبر على راسك. شدتني واحد الصدمه خوتي اللي ما نعاود لكمش. تصوروا معايا خوتي كنت خدام كنتخلص ب 500 درهم في النهار لمده 5 سنين، كتجي في الشهر 1,200,000، وهذيك 1,200,000 كنضربوها في 12 شهر كتعطي 15 مليون. كنوليو نضربوا هذيك 15 مليون في 5 سنين كتعطي 75 مليون. وخويا كيقول لي فلوسك كليتيها. فلوسك راه كليتيها، اش من رزق غادي نعطيك؟ في الاول شنو قال لنا 30 اورو كيهزها، يعني ديك 30 اورو كياخذها، ديك 20 اورو كتبقى عند الدري، 30 اورو كيخبيها ليه الخوادري تاعو. في الاخر نكرو فيها شو طمع في خوه مسكين ليه الله طالع حشومه. الخوت الله يرحم لكم الوالدين بالرجوله، دراري ودريات، يعني اي واحد. الخوت شي واحد عنده خو ولد خالته ولد عمته في اوروبا في المغرب وهو في اوروبا، ما تبقاوش تقولوا له اجي لا ما قادش عليه، ما تبقاوش تقولوا له اجي. علاش كتقولوا له اجي نتوما ما قادينش به ما والو؟ كتقولوا له اجي باش تضحكوا عليه ولا شنو؟ يعني راه حشومه، راه عيب هادشي اللي كديروا فيه. وحلوا عينيكم وفيقوا. حقاره هادو كنسميهم انا حقاره وما عندهمش الكلمه. ملي كتجي كتعيط لواحد من المغرب كتقول له طلع عندي لا غادي نتهلا فيك، ها الدار ها كلشي تنتبات عندي ودير عندي ونخلص عليك الاوراق ونقاد لك الاوراق ونريقل لك كلشي، ما قادينش بهذا الشيء، ما تعيطوش ليه. ولا من الاحسن ما ديرش فيه انت كاع داك الخير، طلق منه، عطيه اتساع، خلي السيد يطبر على راسو. ها هو مثلا هاد الدري هذا خدام في طاكسي بخير، احسن من واحد دين مو عايش في الطاليان من الاخر. يلا من الاخر واحد بحال هذا النوع، كنهضر دين امو هذا اللي قد دين امو، شي واحد اللي بحال هذا النوع هذا، فهمتوني الخوت؟ شي واحد اللي بحال هذا النوع هذا اللي كيضحك على بنادم، اللي كيضحك على شي واحد كيجيبوا لهنايا لاوروبا كيدير ليه ديالو. واش فهمتوني الخوت؟ هذا الشيء علاش كنهضر انايا بالضبط، ما كنهضرش على كلشي باش نكونوا فاهمين. حشومه، ها هو خدام السيد بخير وعلى خير، وجايبو نتايا الطاليان، وراه عايش بخير في المغرب. هو الا كان خدام بخير وانت جاي كتقول ليه اجي عندي، في الاخر حرقها. ها هو جلس مسكين بلا اوراق. اشنو كاع فلوسو خسرهم وكليتي ليه فلوسو، اشنو ربح هو من هذا الشيء كامل وكاع؟ اشنو ربح منه؟ وافيقوا حلوا عينيكم وباركم تعدوا على عباد الله. كملوا الفيديو. ورا الحماق هذا
كان كيقول لي باللي راه كنتي ساكن وشارب وما ناقصك حتى شي خير وفلوسك راه انت كليتيها. واش انا ناكل 75 مليون في 5 سنين؟ راه ما تدخلش العقل. بقيت غير كنشوف وكنت تفكر في هذيك التماره وكنت تفكر هذيك التماره اللي كنت كنضرب والفياق بكري والبرد في الاخر يجي خوك يضربها لك في الزيرو. كنت تفكر هادشي كامل كنبقى نبكي. فلوسي ورزقي خويا عدل بهم وريقاتو تزوج بهم طلع مراتو اشترى لك طوموبيل من برا وانايا بقيت مشرد في الطالي. وهو خدام ب50 اورو النهار كتعطي 75 مليون 75 الف د الاورو اللي كتعطي يعني 5 سنين وهو في اوروبا خدام وخدام ب50 اورو النهار ياك ب50 اورو النهار وديك 30 اورو كيعطيها لهذاك يعني 75 مليون يعني داك الفلوس كامله. شوف شحال يعني ديك 30 اورو داكشي نقولوا حنا كاع 60 الف د الاورو الا تحيدات من هذيك 20 اورو داكشي نقولوا حنا هاد 60 الف د الاورو ولا 50 الف د الاورو فين مشات؟ علاش ما غاديش تعطيها لخوك ولا شتيها وحوالو عينيك ديتيها ليه؟ يعني شوف واحد طامع في خوه بهذه الطريقه هذه. ترى الخاوه راه ما بقاتش راه قليل بقى واحد 2% ديال الخاوه ما داكشي الاخر راه ما بقاش بالرجوله وديريكتو نقولها لكم انا. كملوا. اش كيسانني هاد خويا راسي كيبقى يدارني ملي كنت نفكر هادشي عذبني في حياتي وما نسمحلوش. كنت في المغرب خدام ما ناقصني حتى شي خير. خويا جابني للطاليان باش ينتقم مني بحال اللي انايا عدوه. علاش هاد الحقره علاش؟ وراه ماشي ما غاديش تدخل العقل ما غاديش تدخل الكره الارضيه هذه الكره الارضيه بالغلاف الجوي ديالها ما غاديش تدخل ليها هاد القضيه هذه اللي قايل ليه هو. قال ليه الفلوس كليتيهم تا كيديرك لهم كيباتوا كياكلوا كينعس عليه على بشحال كيباتوا كياكلوا وينعس 30 اورو النهار داير ليه انت اوتيل 5 ايطوال. عط الله عليك الكذاب. خويا دار فيا هادشي وكان غير شي واحد ما كنعرفوش كانت غتبرد لي ونقدر ننسى. ولكن خويا عباد الله هذا شوفوا واش دار فيا نتوما حكموا. علاش كاين شي خوت بحال هذا النوع هذا؟ وليت كنقول مع راسي واش نعطيه شي ضربه وندخل عليه للحبس جنائيه ومناقص من هاد الفلوس ومناقص من هاد الطاليان ومناقص من الوراق وما خصني حتى شي حاجه. عييت فلوسو خوه دار بهم الوراق شرا بهم طوموبيل شو واش شرا بهم دار شو واش دار بهم شي بروجي طلع بهم مراتو من المغرب دار بهم كلشي وخلى خوه مسكين بحال هكا. ترى هاد واش مثلا هاد الوراق وهاد الفلوس اللي ديتي وهاد الوراق اللي درتي واش زعما شنو واش صافي السارو الجنه عندك دابا انت دابا صافي الجنه هذيك يعني من كتشد الوراق وكتدي البنادم ديالو يعني صافي راك وصلتي. راه واحد النهار كتقلب عليك القفه وكتدور عليك الصمته غتولي تطلب في الزنقه. هذا اللي كيدي ديال عباد الله غيولي مازال في الاخر كيطلب في الزنقه وبقى تطلب بقى تدي لعباد الله ديالو وفي الاخر منين توعد جا فيك شي دقه خايبه ولا طيح شي مرضى خايبه قول يا ربي شنو درت في الدنيا. راه كتدي البنادم داكشي ديالو يعني راه حشومه تدي البنادم رزقو. بنادم مسكين خدام شو 5 سنين هو خدام في الاخر دي ليه ديالو. الا ضرباتك شي طوموبيل ولا درتي شي اكسيدون خايبه ولا ترزيتي في شي ولد ولا في مراتك ولا في شي حاجه ما تقولش يا ربي شنو درت في الدنيا باش تعطيني هذا الشيء. راه هذا الشيء اللي كدير يعني كتدي ديال عباد الله. نفكر وما عرفتش شنو غادي ندير غير على وجه الوالده وصافي. كون ما كانتش على وجه الوالده كنت غادي ندير فيه شي مصيبه اللي غادي بقيت تفكرني عليها طول الحياه. صافي اخوتي بقيت مشرد في الطاليان بغيت نحماق كنشوف حياتي ضاعت والنيه ديالي والثقه اللي تخت في خويا خرجت ليا على حياتي. بقيت في الطاليان بلا اوراق بلا جواج حرت. وملي حكيت هادشي كامل الوالده مسكينه كتقول لي هذاك راه خوك واللي رجع عند خوك وما ديش عليه ها السخط ها الرضا والخاوه حد هاد الدنيا وليدي. وما تضحكوش فيكم عباد الله. ولكن نتوما راه كتعرفوا الوالدين ديما كيبغوا يشوفوا ولادهم فاهمين. ولكن حرام عليا تولي عندي علاقه مزيانه مع هاد النصاب اللي هو خويا. دابا مساكن الوالدين ما كيعرفوش شنو بالضبط اللي بين الاخ والاخ فهمتي كيفاش. مساكن دابا هما كيقول لك لا بجوجكم ولادي فهمتي. الام بحال دابا ولا الاب كيبقى يقول لك لا هذا راه ولدي وهذا ولدي انا ما نفرقش بيناتهم. انت راه ما شتيش واحد الولد عندك جن وشيطان وواحد مسكين ظريف ضرب تماره جا خوه داليه داكشي ديالو. علاش؟ هذا راه خوه محساد. هذا راه الحسد كيتسمى واحد طامع فيه مدي ليه ديالو راه الحسد هذاك صاحبي. وانت جايبو من المغرب ومدي ليه ديالو ومكريسي
راه حشومه صاحبي، محشومه، راه هادشي راه ما يبغي لا ربي لا عبدو، بركه من الجوع والعياقه. شاري الطوموبيل زعما راني غادي نمشي نعيق بها على بنادم، مديها لخوك يا الحقه. عاد باش كيزيد يسالي معايا مره ملي كيهود المغرب كيعيط لي وكيقول لي سلفني الفلوس وملي نطلع نردهم لك، وما عندوش الوجع على شي حشم. وانا كنقول له درهم هو الاخر والله الا خديتيه من عندي، واخا نشوفك كتعذب حدايا كيف ما خرج لي على حياتي ربي اللي غيخلص. والله ما عنده الوجع على شي حشم. شي واحد اللي عنده الاوراق وكيمشي كيتسلف من واحد كلانديستين وما عندوش الاوراق، او واحد بوفري ما عندوش، كينعس في الزنقه مكرفص ما عندوش الاوراق، 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين ماشي بش والديه، ويجي واحد عنده الاوراق بطوموبيلته بكلشي ديالو مريقل. حيت البنادم الفرق اللي عنده الاوراق اللي ما عندوش الاوراق، اللي عنده الاوراق يقدر يخدم في اي بلاصه وكياخذ الاستقرار، يعني عنده الدار تاعو عنده كلشي مستقر. راه اللي ما عندوش الاوراق راه ما يقدرش يسكن في شحال من حاجه، الا تبر الدار في الكرا في النوار، يعني راه ما يقدرش يرتاح. فهمتوا كيفاش؟ ما يقدرش يرتاح نفسانيا باش نكونوا فاهمين. اما واحد عنده الاوراق راه كيرتاح نفسانيا، كيمشي للمغرب الوقت اللي بغا، كيمشي لاي دوله بغاها في اوروبا. هذاك مسكين ما يقدرش، وتجي في الاخر تقول له سلفني يا صاحبي. واش نتوما مراد؟ واش مضروبين فردي خاوي ولا مالكم؟ واش واحد حراق ما عندوش وكتجي كتطلب ليه كتسلف منه الفلوس؟ وانتوما فيقوا وعيقوا وحشموا على عراضكم بركه من ناري. والله الا حشومه بالرب، اقسم بالله العلي العظيم الا حشومه هادشي بالله. وواحد عنده الاوراق طامع في واحد ما عندوش الاوراق، هادو كنسميهم انا ماشي رجال. ماشي رجال، هذا اللي كيدير هاد الفعل هادو ماشي راجل، ماشي راجل بالعربيه تاع عربته، ماشي راجل. حيت انا حاقد على بحال هاد النوع هذا ما كنحملهمش. مني تجيو هاد الغربه ما تثيقوا حتى في شي واحد، لا خوك لا عمك لا عائله. عول على راسك وعمر ربي يخيبك. هاد الغربه كاين غير اللي يمصلك الدم ديالك. حسبي الله ونعم الوكيل. واخا خويا دار فيا هادشي كامل، مره كنبارك له الاعياد غير على وجه الوالده. كون ما كانش على وجه الوالده صوتي والله لا سمعوا. دابا خوتي من عقلوا على هاد القضيه. في هاد الغربه ما كاين اللي يمصلك الدم ديالك. عقلوا على هاد الفكره هادي. اي واحد هاد الكلمه هاد الجمله هادي، اي واحد غيجي للغربه غيعرف بحق هاد الكلمه هادي ديال كيمصلك الدم ديالك. انت راك حي بخير، صحتك مزيانه، ولكن راه محشيه فيك واحد البرا في واحد البلاصه كتمصلك الدم ديالك. هادي غادي يحس بها غير شي واحد اللي عايش في الغربه بلا اوراق وكيلقى وحدين دايرين به كيمصوا ليه الدم ديالو. فهمتوني الخوت؟ وصل الميساج؟ كملوا. 2007 حتى 2020 وانايا في الطاليان بلا اوراق بلا مستقبل بلا جواز لا والو. توحشت الوالده وسبابي وسباب عذابي خويا اللي من دمي ولحمي. والله ياخذ فيه الحق. كيف ما شرد لي حياتي الله يجي من اللي شرد له حياته. وكنتمنى هاد القصه تكون عبره للناس اللي كتجي لهاد الغربه باش ما يوقعش لكم بحالي. ودعوا معايا خوتي نشبر وريقاتي ونهبط نشوف المهمه. وهذه هي القصه ديالي. والله يسهل المصعب على جميع المهاجرين اللي كيعانيو في الغربه. ومع السلامه خوتي. شفتوا الخوت هاد الدري شحال هو مسكين مازال حارق. واش شفتوه كيفاش كان عايش في المغرب؟ جا بخير وعلى خير. الو اجي عندني راه ندير لك نفعل لك نتهلا فيك اللي بغيتي تسكن. الطاليان مزيانه يبقى يبرك عليه بشويه كلمات بالطليانيه. راه غتجي هنا راه كاينين الدريات كاينين هكا كاينين هكا. كيطلقها عليه طلق. مسكين الدري فاش كيجي كيلقى وجه اخر. داكشي اللي كان تيتقال ماشي هو الواقع اللي جاو شافوا. واش فهمتيني الخوت؟ يعني راه شوف شي حاجه اللي ما قادينش عليها، ما قادينش تجيبوا شي واحد من المغرب ما قادرش عليه. ما تقولش ليه اجي عندي، وما تقولش ليه اجي عندي وتفرق عليه. لاش غادي تقول ليه اجي عندي؟ السيد خدام بخير وعلى خير، جايبو انت ومدي ليه ديالو، وها هو 13 عام ولا مع 14 عام تقريبا وهو بلا وراق. 13 عام. واش عرفتي شنو هي بلا اوراق ولا لا؟ خصك تفهموا الخوت شنو هي الحاجه. يعني في اوروبا وما عندكش الاوراق هذه راه ما يحس بها غير شي واحد اللي حارق وما عندوش الاوراق ومدوز 3 سنين 4 سنين 5 سنين. ما كنهضرش على عام راه هانيه مازال ما كتوحش والديك. يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين وانت طالع. عرفتي شنو هي هذيك ولا لا؟ راه صعيبه بزاف. وهاد الهضره هذه راه ما يحس بها غير شي واحد اللي مدوز هاد الشيء واللي واقع عليه هاد الشيء واللي في الغربه بلا اوراق. واش فهمتوني الخوت؟ المهم تهلاو في ريوسكم. راه بحال هاد المواضيع كيسترسوني واحد شويه. الله يعاونكم. تلاقاو في فيديو اخر. إلى اللقاء.